ليه يا غلبان تدخّل نَفْسك في باب شِرك زي ده؟ من أخطر الأشياء اللي ممكن يتعرّض ليها الإنسان في حياته هي الجهل، وخصوصًا الجهل في الدين. يعني إيه واحد يروح يسجد كده قدّام قبر واحد ميت لا يملك لنَفْسه ضَر ولا نفع، ويقول لي ده أنا باطلب منّه حاجة، ده أنا باتمحلس فيه كده عشان آخُد البركة، ويروح يقول لك ده دول بيقرّبونا من ربنا. يا غلبان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان." فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وانت تروح تتمحلس لي عند قبر واحد ميت وتقول لي ده انا باخد البركه. حد يقول لهم ان كده كخ، يمكن مش عارفين. اتفضل يا عم، وادي واحد بيكلم حد في التليفون وهو بيقول له خد يلا معاك السيد البدوي، هو يقول له انت عايز ايه، قول له يلا. ولا الراجل اللي قاعد لابس لك احمر في احمر ولا اخضر في اخضر ده والناس عماله تتصور معاه وتاخد منه بركه برضه، ايه ده؟ ده لحسن يعملوا له مقام هو كمان. هي عقولنا رايحه لفين بعد كده؟ ايه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل تقليب يا سيد.